صباح الخير عليكم مرة تانية. وأول فقرة معانا هنتكلم فيها عن المشكلة والأزمة. إيه الفرق بين المشكلة والأزمة؟ هل الاتنين زي بعض ولا في فروق بينهم؟ ولو أي حد فينا وقع في مشكلة سواء نفسية أو اجتماعية أو أي مشكلة، حتى ممكن تكون مشكلة صحية، لأن المشاكل ليها طبعا أنواع مختلفة. أيا كان المشكلة، إزاي طريقة التعامل معاها؟ يعني إزاي نتعامل مع المشكلة، إزاي نخرج منها، أو إزاي ممكن نكون عايشين فيها بس قادرين إن إحنا نتحكم في مشاعرنا، في اتجاهاتنا في الحياة، من غير ما المشكلة تؤثر على الحياة نفسها. كمان في ناس بتهرب من المشاكل، يعني بدل ما بتواجه المشكلة بتهرب من الواقع، بتهرب من المشكلة، بالتالي الأزمة أو المشكلة بتزيد أكتر. هنتكلم معاكم عن المشكلة بشكل عام وفي حياة المرأة بشكل خاص مع ضيفنا النهاردة دكتور محمد حسين، العضو بمجلس العلماء بمصر، وأيضا دكتوراه في الإدارة بجامعة لندن. أهلا بحضرتك يا اهلا بيك دكتور، يا مادة. منورنا. انت يا مادة، ربنا يخليك. طيب، الفرق بين المشكلة والأزمة، الاتنين نفس المسمى ولا في اختلاف؟ هو في الكلمة الدارجة الناس بتستخدم ان عندي مشكلة او عندي ازمة وبيتصوروا ان هي حاجة واحدة. احنا في الإدارة دايما بنشوف ان المشكلة هي اي حاجة بيعملها الانسان في نفسه. ازاي بيعملها الانسان في نفسه؟ انه واحد مثلا ما بيخططش لحياته كويس، واحد ما بيحسنش التعامل مع الناس كويس، واحد ما بيبصش لمستقبله كويس. دي حاجات اخطاء هو بيعملها بتؤدي لمشاكل في حياته. اما الازمات هي اي حاجة حصلت بس مش هو السبب فيها، نتيجة البيئة الخارجية، نتيجة متغيرات وأحداث هو ملوش يد فيها، ما يقدرش يسيطر عليها، لكنها بتأثر على خططه في الحياة. يعني الأزمة بتبقى خارج إطار حياته بس بتأثر على حياته. بالظبط. الأزمة مش هو اللي عملها، مش هو اللي تسبب فيها، حاجة ما كانش يقدر يتفاداها وما كانش يقدر يأثر فيها، ولكنها حصلت. زي ما يكون كده واحد ماشي مثلا في الطريق ويقع عليه حاجة، دي أزمة لأن هو ملوش أي يد فيها ومش هو اللي عملها. عشان كده واحنا بنتعامل مع الازمه مش المفروض ابدا نقعد ندرس اسباب الازمه واللي ادى اليه، لان انا هدرس اسباب ايه؟ انا ما بالظبط، عملتش حاجة حاجه. حصلت فجأة بالظبط. يعني. لازم اتكلم بالظبط. عن بكره وعن الحلول والمفروض اعمل ايه واتحرك بسرعه ازاي، سواء بتكلم على مستوى الفرد او على مستوى شركه. ايوه. لكن لما بنتكلم على المشكلات حاجات غلط انا عملتها في شركتي، حاجات غلط انا عملتها في في حياتي، حياتي. حاجات غلط انا عملتها في تربيتي لاولادي، حاجات غلط انا اللي عملت انا ده. المتسبب يعني بالظبط. فيها. وبالتالي تمام. اول خطوه في ان انا اقعد اشوف موضوع المشكله ده احلها ازاي، ان انا اقعد ادرس الاسباب، اشوف ايه هي الاخطاء اللي جابتني هنا. بالظبط. لانه مشكلات اليوم هي غالبا قراراتنا احنا في الامس. طيب لازم انا اعرف ايه اللي عملته غلط عشان تمام. اغيره واعدل النتيجه. عايزه احدد بقى مع حضرتك انواع المشاكل، لان المشاكل كتير. في مشاكل زي ما قلنا في الاول صحيه، نفسيه، اجتماعيه، فكل مشكله بيبقى ليها التعامل مختلف، او يعني التعامل مع المشكله بيبقى مختلف عن الاخرى. طبعا احنا عندنا عدد المشاكل مشاكل لا نهائيه. يعني حتى لما نيجي نصنفها، في ناس تصنفها ل 20 نوع و30 نوع، حاجات كتيره جدا. حضرتك كتير. ضربتي امثال منها. في مشاكل اجتماعيه، في مشاكل بين الانسان ونفسه، في واحد عنده مشكله مع نفسه. بالظبط. وكتير جدا من الناس عندهم الحكايه دي، هو مشاكله مع الناس كلها مش جايه من ان هو عنده مشكله، لا ده عنده مشكله مع نفسه. حتى انا دايما عندي مقوله اقول انه الانسان اذا تعلم يتكلم مع نفسه تختفي نص مشاكله، جميل. واذا تعلم يتكلم مع الاخرين هيختفي النصف الاخر. بالظبط. الفكره ان الواحد لما بيتكلم مع نفسه غلط وبيتعامل مع نفسه غلط بيؤدي ده النتائج مش كويسه. طيب، خلينا نمسك المشاكل اللي هي الاجتماعية اللي في حياتنا، وبالذات عند المرأة. لو المرأة عندها مشكلة اجتماعية في الحياة الأسرية الخاصة بيها مع أولادها مع زوجها، بتتعامل ازاي مع المشاكل، مع النوع ده من المشاكل؟ كويس. هو احنا عندنا في كده يعني كومن بروبلمز او مشاكل عامه لطريقه الستات في العالم العربي، وبالتحديد اكتر في مصر. السيدات بيبقوا مهتمين جدا بحياتهم الشخصيه وبتفاصيل حياتهم الى ان يتزوجوا. غالبيه الستات بيصبوا كل حياتهم في زوجهم او في اولادهم، ودي اكبر مشكله بتسبب لهم مشاكل كتيره جدا بعد كده. ازاي يعني مثلا يبقى كتير جدا من الناس كل طموحهم كل احلامهم مع اولادهم، كل طموحهم كل احلامهم مع جوزها، وده مش صح. دي مش رؤيه صح. ليه؟ لانه مهم قوي ان انا اكون انسان عندي اهداف وعندي طموحات وعندي حاجات بعملها، ومن ضمنها ان انا اربي اولادي بشكل معين، من ضمنها ان انا اخلي البيت ده ليه نظام معين. لكن لاني افقد الحكايه دي واحط كل اهتمامي فيهم، بعد شويه بتضيع حياتي الشخصيه، بتبقى هي حاسه ان هي ما عندهاش حياه، ما عندهاش نظام في حياتها. هي دايما عماله تسبورت هنا وتسبورت يعني هنا عايشه للاخرين،
المقربين ليها، ولكن هي ناسيه نفسها. بتبص على نفسها من منطلق ان انا الشمعة التي تحترق من اجل ان تضيء الاخرين، وده مش صح الحقيقه. لانه في النهايه خالص لو انا مش مبسوط، لو انا مش متزن نفسيا هعرف أسعد وعقليا، غيري. هوصل لغايه مرحله معينه وهيحصل مشاكل. وعلشان كده لما بيحصل اي حاجه في الحياه بينها مثلا وبين جوزها، تحس ان حياتها ضاعت، لان هي فعلا حياتها ضاعت، لان هي ما كانتش عامله لنفسها حياه من الاول. بالظبط كده. ومع الوقت بيختفي حاجه مهمه قوي احنا بنسميها السيلف ايمج او الصوره الذاتيه. انا صورتي عن نفسي شكلها ايه؟ لما الانسان بيحقق نجاحات وبياخد خطوات في حياته احسن، وبيحس ان هو بيرتقي اجتماعيا او ماديا او بيحس ان هو عمل حاجه كويسه، فبيكون متزن في الحياه اكتر. في الغالب الست اللي بتنسى الحكايه دي خالص، على فكره هي ممكن تكون سيده بيت بس عندها طموحات وعندها افكار ولسه بتقرا ولسه بتتابع، بتختفي خالص القصه دي من حياتها، فبتلاقي السيلف ايمج بتاعها عماله تبقى اسوأ، فبالتالي طريقه تعاملها مع نفسها ومع اولادها ومع جوزها بتبقى اسوء. بالظبط. بتخلق لنفسها المشكله نتيجه ان هي بتخرج نفسها بره محور اهتمامها، كل محور اهتمامها بقى عند الاخرين. تمام. طيب معانا هبه على التليفون. الو. الو. ايوه يا هبه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيك يا هبه. اهلا وسهلا. ممكن اسال الدكتور حاجه؟ دكتور محمد معاك. اتفضلي. دكتور انا دلوقتي عندي ولد عنده 8 سنين وانا مش عارفه اتعامل معاه. انا عندي مشكله جامده جدا ان انا متزوجه من راجل تاني، والولد ده عايش معايا. انا مش عارفه اتعامل معاه، يعني حاسه ان مستواه بيقل في المدرسه بسبب موضوع الزواج دون، وانا مش عارفه احل المشكله دي ازاي، ان انا اخليه مستواه يبقى كويس زي الاول او اعدي المرحله دي ازاي. انا مش عارفه. متزوجه بقالي 4 سنين والولد ده كان عايش معايا 4 سنين انا وهو يعني لوحدينا، وفجاه ظهر شخص في حياتي وتزوجنا، فانا مش عارفه احل المشكله دي ازاي، فممكن حضرتك تقولي اعمل ايه؟ طيب حاضر، احنا هنجاوب يا دكتور. طيب انا بشكرك يا هبه، وتابعي دكتور محمد هيجاوبك. اتفضل. طيب احنا عندنا نقط كتير قوي. النقطة الأولى إن هو الولد كان حاسس إن هو محور الحياة، دلوقتي هو مش محور الحياة، في شخص تاني بيشارك. الحاجة التانية، هل بقى إحنا لما عملنا ده فعلا في حاجات ونتائج حقيقية خلت الولد ده يحس إن هو انزوى وبعد؟ يعني ممكن أكون أنا ما بقتش محور الحياة بس أنا لسه ليه أهمية، لسه ليا الحاجات اللي كانت بتتعمل لي لسه بتتعمل لي، نفس طريقة التعامل، نفس الوقت باخده وباخد كواليتي تايم، باخد وقت كويس مش وقت قبل النوم اللي أنا تعبان فيه، أو لأن بعض الناس بيدوا بعض أولادهم وقت أسوأ وقت في حياتهم، وقت اللي مش قادرين يتكلموا، ما عندهمش طاقة. ده مهم قوي. أهم حاجة في الحالات اللي زي دي هو المصارحة، إن إحنا نجيب الولد نقعد نشرح له إحنا ليه خدنا القرار ده، ليه أنا قررت أتجوز، ليه أنا قررت أجيب حد، وهل الحد ده هو فعلا بيشاركك ولا لا، وهل أنا كأمك محتاجة في حياتي كأم يكون عندي واحد بالشكل ده. فالأم لازم تتكلم معاها، لازم يبقى عارف كويس قوي الابن أمه بتفكر إزاي، ويبقى شايف ده ومتفاعل معاه إنسانيا، عشان شوية شوية بعد كده يدوب الحاجة، بدل ما هي بتكبر تدوب وتقل. طب هو تسأل تقريبا سنه 8 سنين، 8 سنين يقدر ده أو يفهم الموقف، يفهم ويستوعب. خلي بال حضرتك إنه الولد بيتولد أصلا كتلة من المشاعر، بعد شوية مع الوقت بيبدأ المنطق يظهر في حياته. دلوقتي اللي عنده 8 سنين، إحنا في فرق ما بين العمر الزمني والعمر العقلي. أيوة. اللي عنده 8 سنين دلوقتي هو يساوي اللي عنده 15 سنة من حوالي مثلا 10 سنين. التكنولوجيا بتنضج أكتر، الإعلام بينضج أكتر، احتكاكه مع الطلبة بينضج، فهو مش عنده 8 سنين، هي هتعامله كأنه عنده 15 سنة، لأن هي هتلاقيه بيفكر في حاجات هي لما كانت عندها 15 سنه يا دوب هو كان بيفكر في نفس المرحله، فهو عمره العقلي سابق جدا. بالزبط. من أسوأ الحاجات ان احنا نفتكر ان ده عنده 8 سنين مش هيفهم فما نكلموش، فيبدا هو شخصيا يضع تفسيراته بقى، اللي ممكن يلاقي جزء منها في فيلم، اللي ممكن يلاقي جزء منها في تجربه مش كويسه قدامه، فيبدا يستقي معلوماته او يتصور ان مستقبله هيبقى كده، ان الراجل ده هيدمر حياته بالشكل ده، ان الاسره اللي كنا متلاحمين ومتكاتفين ووالدتي بتضعف اقعد معاها وده اخذ امي مني، يبقى عندي مشاكل كتيره جدا، مشاكل انا اللي عملتها لنفسي لاني ما خدتش بالي ان انا عندي بني ادم عايش معايا، لازم اشرح له، لازم افهمه. تمام. طيب نرجع للمشاكل. انا عايزه اتكلم بقى على المشكله النفسيه. المشكله النفسيه يمكن اغلب الناس دايما بتقول انا عندي مشكله نفسيه، او انا نفسيتي مش مظبوطه، او انا مكتئب. الكلمه اللي بنسمعها دايما واللي ابتدت تزيد قوي في الاونه الاخيره نظرا لكل الاحداث والظروف
يعني الحياة اللي بتضغط علينا. فلما تكون في مشكلة نفسية، الإنسان والمرأة بشكل خاص تتعامل إزاي مع نفسها؟ يعني تعمل إيه؟ تحلها إزاي؟ هو احنا معظم الناس بتتكلم عن الكآبة وان انا مش مبسوط وان انا زعلان، دي اللغة الدارجة لانه دلوقتي. الناس كلها منتظرة حاجة دايما تحصل في حياتها علشان تشعر بالسعادة، عشان تشعر بالبهجة. وده مش صح. السعادة ما هياش نقطة بنوصل لها. أيوة. السعادة رحلة، السعادة طريقة حياة، لايف ستايل زي ما بنسميها، اسلوب حياتي. انا بتعامل ازاي؟ يعني عندي مشاكل وبتحصل لي ازمات لكن عايش سعيد. ليه؟ لاني قادر افلسف الحكايه كلها على بعض بشكل معين، قادر اشوف زي ما بنسميها كده فول بيكتشر، الصوره كامله على بعضها، ان في ايجابيات وفي سلبيات. انتظار الانسان لحاجه معينه تحصل، ان البلد تبقى كده عشان احسن، انه ابني ياخد الشهاده الفلانيه عشان ابقى احسن، اني اكسب المبلغ الفلاني عشان ابقى احسن، اني اترقى في شغلي عشان ابقى احسن. كل الحاجات دي يعني في حاجه مهمه قوي اسمها في انتظار السعاده. السعاده مش حاجه ننتظرها، السعاده حاجه بنعملها. السعاده تصنع. أيوة. تصنع بطريقه تفكيرنا في الحياه، تصنع بطريقه ممارستنا في الحياه. اللي عنده ملل ده امسك ورقه وقلم واكتب يومك بيعدي عليك ازاي، وابدا اكتب كل نشاط بتعمله في وقت قد ايه انت شايفه، وانت موافق ان الوقت ده يروح في الحاجه دي ولا لا. يعني هقول لك على حاجه، غالبيه الناس ما عندهاش خطه لحياتها. ما عندهاش خطه كده مش يعني. بس لحياتها، ما عندهاش خطه للشهر ده او لليوم حتى. بالظبط كده. يعني وانزلي على الاسبوع وانزلي على اليوم. هو صاحي مش عارف، هو رايح الشغل، هو رايح يقدم حلقه، هو جابوا له مثلا لو مذيع جابوا له سكريبت وقاعد هيسال كام سؤال ما عنده مش، وهو داخل الحلقه ما عندوش فكره عايز يعملها، ما عندوش هدف من الحلقه، هو او راح يقعد على مكتبه لما يجي حد يطلب منه حاجه هيبقى يعملها، لكن ما عندوش خطه ليومه ما او عندوش هدف اللي وما عندوش هيعمله. خطه. طول ما الانسان ما عندوش هدف وما عندوش خطه هيفضل حاسس بالكآبه، لانه مش حاسس انه بيعمل انجازات، لانه مش حاسس بقيمته في الحياه. وساعتها هيبقى عنده حق، هو ما بيعملش حاجه، هو لو ما جاش زيه زي الوجه ما فرقتش كتير. لكن انجاز حاجه ولو كانت بسيطه في اليوم، حاجه صغيره بتدي شعور بالسعاده داخليا، مش شرط يبقى سعيد يعني فرحان وبيضحك، بس من جواه بيبقى راضي انه عمل الحاجه الفلانيه، بيبقى راضي عن نفسه، وتدريجيا بتتحسن صورته قدام نفسه، اللي سميناها من شويه سيلف ايمج. صورتي قدام، ببص في المرايه كده انا بشوف انسان انا بحترمه. أيوة. انا شايف ان هو بيعمل حاجه كويسه، شايف ان هو مجتهد، انا شايف ان هو ليه اضافه في الحياه. غير لما ابص في المرايه اشوف واحد زيه زي اي حد في الدنيا، ملوش طعم، ملوش هدف، ملوش اي مساهمه في الحياه. بالتالي انا هرضى ازاي عن نفسي؟ هحس ازاي بسعاده وانا النهارده زي امبارح زي بكره؟ ازاي وانا ما مسكتش ورقه وقلم وشفت انا فين ورايح فين؟ يعني ده يعتبر حل يا دكتور للمشكله النفسيه؟ يعني احل المشكله النفسيه عن طريق الورقه والقلم؟ طبعا امسك ورقه وقلم واشوف انا اصلا عايش ليه، انا اصلا بحب ايه، انا اصلا بكره ايه، عايز اعمل ايه. ما ينفعش ابقى انا حياتي جزء من حياه خطه من حياه الاخرين، ما ينفعش ابقى ماشي بدون هدف، وبالتالي مش مبسوط حتى لو كسبت حاجه او نجحت في حاجه. ما عنديش هدف لاني مش حاسس ان انا سعيت لها. رقوني، يقول لك كده انا رقوني، اصل ما جاليش شغل. البنت تقول اصل ما جاليش فرصه عمل مناسبه، الست تقول اصل ما حصل لي. هي حاسه ان هي مفعول به، لان هي ولا مره تصورت انها ممكن تمسك ورقه وقلم فعلا وتحط اهدافها فعلا. انا هشتغل في كذا، حتى على نفسي كانسانيا، هشتغل على حالتي النفسيه، هشتغل على شكلي، هشتغل على صحتي، هشتغل على اسلوب تعاملي مع الناس، هشتغل على اداره وقتي بشكل احسن. الحكايه دي كلها من الواحد بيسيب حياته كده، بس السعاده هتيجي منين؟ السعاده مش هتيجي من ان انا يحصل لي يعني حاجه على الآخرين. لازم يكون انا حاسس ان انا ماسك الدركسيون بجد، وان انا بعمل حاجه حقيقيه، انا القائد يعني. يعني دي يمكن برضو حضرتك اثرت نقطه، هي مشكله الشباب دلوقتي. لو اتكلمت عن الشباب والبطاله وقله العمل، كتير من الشباب ما بيسعاش انه يدور، يعني بيقول هو حال البلد كده، انا هدور، بابا دور لي، ماما دورتني، ما لقيوش، خلاص انا مش في ايدي حاجه، وخلاص بيفضل على كده، يعني واهم نفسه انه خلاص ما فيش، فانا قاعد مستني الفرج بقى زي ما بيقولوا، يجي وقت ما يجي. فالمفروض بقى الشاب في الحاله، لو اتكلمنا على الشباب بقى كحاله بطاله موجوده، يعمل ايه في حاله زي كده؟ شوف انا عايز اقول لك على حاجه، انه لسه كنت بقول الكلام ده اول امبارح كده، كنت في محاضره بقول لهم يعني اكبر كذبتين في مصر بيتقالوا بقى لهم سنين طويله، انه مفيش شغل في البلد، وانه مفيش فلوس في البلد. والناس بدات من كتر ما هي بتردد، انا من ساعه ما اتخرجت من الكليه بسمع كلمه انه مفيش شغل في البلد. وخليني اقول لك، انا جزء من الحاجات اللي بعملها اني بشتغل مستشار توظيف في حتت كتيره جدا. مشكلتنا مش ان مفيش وظائف، مشكلتنا مفيش بشر مؤهلين للوظائف دي. يعني مفيش حد النهارده بيبص لنفسه انا مساعد طوارئ، حتى اللي بيشتغل هو اشتغل فخلاص. قاعدين بنشتغل، قاعدين بتحسي انت حضرتك في مكان عملك، بصي حواليكي كده،
شوفي كام واحد بتشوفيه مهتم بعمله، كام واحد مركز في اللي هو بيعمله، كام واحد مهتم يعمل شغله احسن. تمام. مفيش حد. احنا عندنا مشكله مش ان مفيش وظائف، ده دي بقول لحضرتك من اشهر يعني الحاجات اللي انتشرت في مصر، ده حقيقه كلام مش صح. في وظائف بس مفيش حد مؤهل، مفيش حد بيطور نفسه، مفيش حد عارف بيبحث إيه. يعني بحث حد جيد، ومفيش حد بيطور. هو انا ببحث وبروح، بس انا يعني تبصي تلاقي ولا حاجه، السي في 4 سطور كانها بطاقه شخصيه، الاسم والتليفون والعنوان واسم الجامعه واسم المدرسه، بس خلاص. طب انت عملت ايه؟ انت عندك هوايه حقيقيه افهم منها شخصيتك عشان اشغلها، مش كلام كده مكتوب وخلاص انت نقله من سيفيهات ناس. انت عملت اي حاجه وانت في الجامعه؟ رحت اتدربت في اي مكان؟ خدت شهاده خبره؟ احتكيت بناس؟ لا. النهارده بيتخرج مفيش حاجه خالص. يعني احنا بنسميه فراش جراديوت، لسه متخرج. لا، ده هو اكتر من فراش، ده هو ما يعرفش حاجه خالص في الدنيا. فده ما ينفعش. هشغله عن بايه؟ لا، في شغل كتير في البلد، بس الناس تطور نفسها وتجتهد. الشباب اللي يقول لنفسه كده هو بيقنع نفسه بان هو ضحيه. وده على فكره امتع شعور في الدنيا الناس تعيشه. امتع شعور نفسي ان انا مش ساكت مسؤول على كده بالظبط. ان البلد فيها مشاكل فانا مش لاقي شغل. لا، في شغل، وفي افكار تتعمل، وفي ناس بتفتح شركات، وفي شركات صغيره بتفتح وبتكبر. كل ده موجود في البلد. انا بقول لحضرتك يعني انا حد بيتحرك كتير في البلد، يمين وشمال، وبيسافر وبيروح وشايف. لا، في فرص للناس اللي مجتهده، في نجاحات للناس اللي عايزه تشتغل. يعني انا بكتب مثلا عندي على الفيسبوك: يا جماعه عايزين سيفيهات. في ناس ما بتبعتليش السي في بتاعها لان هو مش عامله، مش محضره فين او مش الابديت؟ اصل مجهز اخر نفسه. ابديت كان من 6 شهور. طب وانت بقالك 6 شهور قاعد ما بتدورش؟ كتير جدا اقابل مثلا شباب وبنات متخرجين من الجامعه بقالهم سنتين ويسالني: هو السي في بيتعمل ازاي؟ مش هو عارفين. بعد ما اتخرج بسنتين لسه بيسال، رغم ان ده السؤال اللي لازم يساله لنفسه من اول يوم دخل فيه الكليه. هعمل ايه؟ بالظبط. ده اللي بيحصل. بس معنى كده يا دكتور محمد ان الناس اللي ما عندهاش سي في فيه خبرات او فيه مهارات سابقه ما لهمش يعني امل، او ما لهمش في فرق ما بين الخبرات وبين حل المهارات، او مجال هيشتغلوا في فيه. فرق بين الخبرات والمهارات. خبرات يعني اشتغل في المجال ده سنه واثنين وثلاثه. انا بتكلم على مهارات. انا عايز اروح اشوف واحد اتخرج النهارده ما اشتغلش في حته خالص، بس راح في سنه اولى كليه، راح اتدرب في البنك الفلاني من غير ما ياخد فلوس، راح اتدرب في الشركه الفلانيه من غير ما ياخد فلوس، فجاب لي شهادتين 3 خبره، اخد شويه كورسات انجليزي كويس، بينطق الكلام كويس، عارف كويس قوي انه ازاي ممكن يتعاملوا مهارات تواصل، عارف يتعامل مع الناس. لما بيخش على اليوتيوب ما بيسمعش اغاني بس، بيسمع حاجات، في حاجات مفيده جدا على اليوتيوب. كل دي حاجه انا عايز واحد عنده مهارات. الخبره بتيجي بعد ما الناس بتشتغل لفتره، بيكون خبره وبيكون خلاص. انا مش عايز ده، انا عايز حد عنده مهاره، عنده اساسيات انه ينفع يشتغل معاه. مش ممكن اشغل واحد عشان اعلمه اساسيات الحياه، ما ينفعش. تمام. طيب نتكلم برضو عن المشاكل اللي هي بقى زي ما قلنا، او الازمات اللي بتحصل حوالينا في المجتمع دلوقتي. احنا بنعيش ازمات، بنعيش مشاكل كتير، احداث مؤسفة بتحصل حوالينا، يمكن بتؤثر علينا بشكل مباشر او غير مباشر. احنا ممكن نبقى الحدث بعيد عننا، بس انا من جوايا متأثرة، زعلانة على اللي حصل لغيري، اللي حصل عند حد مثلا اعرفه، او على مستوى المجتمع. ازاي التأثير ده ممكن اتخلص منه او اتعايش معاه ازاي؟ لازم الاول اعرف انه مش كل حاجه بسمعها ومش كل موضوع بيحصل حواليا انا مطلوب مني ان انا اسمعه واتعايش معاه واحط نفسي مكان ان ده مش حقيقي. وخلي بالك ان طول الوقت الازمات موجوده وطول الوقت المشكلات موجوده، بس احنا لما الناس بتخرج من حاله الاطمئنان المجتمعي وتخش في حاله الهلع المجتمعي اللي احنا عايشينها دلوقتي، تناقل الاخبار السلبيه بيبقى اسرع كتير. يعني مثلا اجي اقول لك ايه، اعرف حد اتسرق، طيب مين الحد ده؟ جار، قريب، صاحب، ايه كل التشين، ايه كل السلسله الطويله دي؟ طب ما هو ده كان بيحصل طول الوقت في مصر، لكن انا بنقلها ليه؟ اتحكيت لي عن فلان عن فلان عن فلان، لان في حاله هلع فكله عمال يحكي. ممكن تلاقي المشكله اصغر من ما اتحكت بكتير جدا. فاحنا حاله الهلع دي بتوصلنا في النهايه انه يعني انت مش عارف تركز، مش عارف تركز في اللي انت بتعمله، مش عارف تركز في اللي انت بتقوله، مش عارف تركز في اللي انت نفسيا مطلوب منك تتفاعل معاه. انك عمال تسمع حاجات وتنفعل معاها غلط. لازم تتعلم انك تفصل الكلام ده كله، ما تسمعش اخبار اكتر من لازم. لما تلاقي حد بيحكي لك حكايه فيها حاجه سلبيه، انت مش مطلوب منك انك تعرف كل الاخبار اللي بتحصل في كل كيلومتر مربع في مصر، مش مطلوب منك ده بالظبط. فلازم نتعلم ان احنا امتى، زي ما حضرتك تكوني سايقه كده العربيه وتلاقي دوشه في الشارع، تقفلي الازاز، لازم تقفلي ببعد عني بالظبط، لازم تقفلي الازاز، المصدر. لازم تقدري تبعدي علشان تقدري تحافظي على سلامك الداخلي، تقدري تحافظي على تركيزك، تقدري تحافظي على نشاطك، تقدري تحافظي على حيويتك واصرارك انك توصلي للهدف. لانه طول الوقت انا لو بسمع ان هنا في مشاكل وهنا في مشاكل، واحد داخليا بيحس انه
مفيش مستقبل، مفيش امل، بيفقد الطاقه دي، فبالتالي بيبطل يشتغل صح. بالظبط. طيب دكتور محمد، قبل ما اختم بقى عايزه حضرتك تدينا كده روشته سريعه لحل المشكله. اي حد بيواجه مشكله يحلها ازاي؟ يقف قدام المشكله دي ايا كان نوعها ويحلها ازاي؟ طيب يمسك ورقه وقلم، مشاكل ما بتتحلش كده بالتفكير التاملي، يبدا يكتب عناصر المشكله في ورقه، يبدا يلاقي اهم نقطه في عناصر المشكله، دوري انا في المشكله دي، ويعترف بدوره في المشكله، ويعترف ان هو مسؤول، وما يقولش لنفسه انا ضحيه والاخرين، يثبت لنفسه ان هو مسؤول. لان اول ما انا اكون مسؤول عن المشكله انا هقدر احلها. طول ما انا بقول لنفسي ان ده مش مشكله، ده ازمه، ده حاجه من بره، ده اصل فلانه، ده اصل فلان، ده اصل جوزي هو اللي بيعمل، طول ما انا كست او كراجل او كشاب مش شايف نفسي جزء من المشكله، مش شايف نفسي عملت حاجات ادت لده، انا مش هقدر احل. لازم اعترف واكتب واشوف انا فين من المشكله دي وممكن احلها. لازم اسال الناس اللي بتحبني، حتى لو كانوا هيقولوا لي كلام قاسي شويه او انا مش حابه قوي، لازم يكون عندي الشجاعه اني اسمع الكلام ده واناقشهم فيه بجديه. لازم ابطل اخد الامور بشكل شخصي، لازم اتاكد دايما اني بعمل كل حاجه صح، وافضل ادور على احسن طريق اعمل بيه كل حاجه في حياتي. تمام. دكتور محمد نورتنا النهارده في دانتال، بشكرك جدا بجد، وان شاء الله يكون لنا لقاء تاني مع حضرتك قريب. شكرا ليك. بشكر دكتور محمد حسين، العضو مجلس العلماء بمصر، وايضا دكتوراه في الاداره بجامعه لندن. يا رب تكونوا استفدتم من فقرتنا، وهنشوف مع بعض التقرير اللي جاي عن الاكسسوار او اكسسوارات الفضه، ونرجع تاني مع فقره الملابس الكاجوال للمحجبات. خليكم معانا.